السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ تعالوا بينا النهاردة هنعمل اكلتين حلوين جدا بفرخة واحدة بس. هنبدأ الاول بالمكرونة البشاميل. هاخد نص الفرخة، هعمل منها هخلي نص الفرخة، هطلع منها نص كيلو لحم. بعد كده هحط شوية زيت في حلة على النار وهشوح الفراخ، هكون مقطعاها كويس قطع صغيرة. لما تتشوح عندي كويس واحط عليها ملح وفلفل، هنزل عليها بثلاث بصلات متقطعين واشوحهم برضو كويس جدا. بعد كده هكون مقطعه حبيتين طماطم وحبيتين من الفلفل، واحط لهم بهارات ملح وفلفل وكزبره ناشفه وحبهان وقطعه قرفه صغيره. هقلبهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده هغطي عليهم واسيبهم يستووا، ينزلوا السوائل اللي فيهم ويستووا. بس كده خلاص. هكون سلقه المكرونه ومجهزاها. نعمل بقى البشاميل. والله يا جماعه الفرخه دي هتعمل لنا اكلتين حلوين جدا. يعني تفرحي بيها اولادك. يعني لو عملتها وطبختها زي ما هي كده مش هتتاكل، بس لو فكرتي وعملتي افكار من حاجه بسيطه هتطلع حلوه جدا وهيحبوها وهيفرحوا بيها. فالفكره ان هي حاجه اقتصاديه وعملنا منها اكلتين حلوين. بعد كده هجيب حله على النار، هحط فيها زيت مع زبده ودقيق. يعني ممكن تحطي 5 6 معالق زيت وتحط لهم 4 دقيق. اهم حاجه ان الزيت يبقى اكتر من الدقيق عشان ما يعملش كتل معايا. زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بعد كده لما يحس ان ريحته خلاص استوت، هنزل عليهم باللبن. النص كيلو المكرونه لهم كيلو لبن. كده هنا نسلق المكرونه، جهزت الفراخ والجبنه ميكس، وشلت انا من البشاميل طبق على جنب، وبعدين قلبت المكرونه في البشاميل اللي باقي. بعد كده هحط الطبقه الاولانيه في البايركس والمكرونه، وبعد كده الفراخ، وبعد كده الطبقه التانية، وعلى الوش هحط البشاميل اللي انا شلته على جنب، وبعد كده احط الميكس الجبن، بعد كده ادخلها الفرن. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. كده خلصنا اول اكله، يلا بينا نعمل الاكله التانية. هنجيب نص الفرخه الباقي، هنقطع الربع ممكن نقطعه زي ما احنا عايزين، هنقطعه قطع. وبعد كده هنحطه في بايركس ونقطع عليه 3 بصلات شرايح وتوم شرايح، ونحط عليه ملح وفلفل وكزبره ناشفه وحبهان، ونشوحه شويه على النار. بعد كده هننزل عليه بالطماطم المفرومه ونسيبه يغلي شويه مع بعض. بعد كده لما احس ان الفراخ استوت هدخله الفرن، وده شكلها بعد ما خرج من الفرن. هقدمها مع رز ابيض، طعمها جميل جدا. وكده عملنا اكلتين حلوين بفرخة واحدة بس. وان شاء الله يعجبكم، وبألف هنا لكل اللي يجربها. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.